المشوار، ثوار أحرار حنكمل المشوار، ثوار أحرار حنكمل المشوار. حرية سلام وعدالة والثورة خيار الشعب. أو كلمة عن ضحايا الحرب خلال حرية سلام وعدالة 30 عام والثورة خيار الشعب من القتل والتشريد والتعذيب والتحجير. بسم الله الرحمن الرحيم. في البدء التحية لكل شهداء الشعب السوداني في عليائهم منذ 30 يونيو 1989، شهداء الشعب في كل بقاع الوطن دون استثناء. التحية أيضا لأسر الشهداء وللجرحى والمصابين والمعاقين في كل بقاع الوطن. أقف أمامكم اليوم ونحن نخطو على عتبة مهمة على درج تكوين السلطة المدنية الانتقالية المسنودة بالشرعية الثورية وإرادة جماهير شعبنا مصدر كل السلطات. أقف أمامكم لأتحدث باسم شريحة من ضحايا الحروب والنزوح، ولا أدعي التمثيل الكامل لكافة قطاعات هؤلاء الضحايا. لقد عمل نظام الإنغاز ومنذ يومه الأول المجؤوم على تأجيج الصراعات المسلحة والنعرات العنصرية والجهوية، واستخدمها منهجا لاستمراره في الحكم وذريعة لاستيلاء لصوصه على الأرض والموارد وأدوات الإنتاج. فكانت حروبه الجهادية والعنصرية في جنوب السودان وجبال النوبة وجنوب النيل الأزرق ومجازر الإبادة الجماعية في دارفور حروب عبثية قتلت الملايين من أبناء الشعب السوداني وشردت الملايين إلى معسكرات النزوح واللاجئين التي تفتقر حتى الحد الأدنى لمقومات المواطنة والعيش الكريم، وأدت إلى انفصال واستغلال الجنوب الحبيب، وما زالت تهدد لحمة ما تبقى من الوطن. إن الحروب التي أجعلها النظام قد أدت إلى تدمير كامل القرى والمدن وبناها التحتية والخدمات على ضعفها، كما أدى لتدمير وسائل الإنتاج في المراعي والأراضي الزراعية والتدهور البيئي المريع في تلك المناطق، والغياب شبه الكامل لمرافق التعليم والصحة، وهتك النتيجة الاجتماعي للمكونات البشرية في تلك المناطق. حرية سلام وعدالة والثورة خيار الشعب. أحرار أحرار حنكمل المشوار، ثوار أحرار حنكمل المشوار، ثوار أحرار حنكمل المشوار. حرية سلام وعدالة والثورة خيار الشعب. أو كلمة عن ضحايا الحرب خلال حرية سلام وعدالة 30 عام والثورة خيار الشعب من القتل والتشريد والتعذيب والتحجير. بسم الله الرحمن الرحيم. في البدء التحية لكل شهداء الشعب السوداني في عليائهم منذ 30 يونيو 1989، شهداء الشعب في كل بقاع الوطن دون استثناء.
التحية أيضا لأسر الشهداء وللجرحى والمصابين والمعاقين في كل بقاع الوطن. أقف أمامكم اليوم ونحن نخطو على عتبة مهمة على درج تكوين السلطة المدنية الانتقالية المسنودة بالشرعية الثورية وإرادة جماهير شعبنا مصدر كل السلطات. أقف أمامكم لأتحدث باسم شريحة من ضحايا الحروب والنزوح، ولا أدعي التمثيل الكامل لكافة قطاعات هؤلاء الضحايا. لقد عمل نظام الإنغاز ومنذ يومه الأول المشؤوم على تأجيج الصراعات المسلحة والنعرات العنصرية والجهوية، واستخدمها منهجا لاستمراره في الحكم وذريعة لاستيلاء لصوصه على الأرض والموارد وأدوات الإنتاج. فكانت حروبه الجهادية والعنصرية في جنوب السودان وجبال النوبة وجنوب النيل الأزرق ومجازر الإبادة الجماعية في دارفور حروب عبثية قتلت الملايين من أبناء الشعب السوداني وشردت الملايين إلى معسكرات النزوح واللاجئين التي تفتقر حتى الحد الأدنى لمقومات المواطنة والعيش الكريم، وأدت إلى انفصال واستغلال الجنوب الحبيب وما زالت تهدد لحمة ما تبقى من الوطن. إن الحروب التي أجعلها النظام قد أدت إلى تدمير كامل القرى والمدن وبناها التحتية والخدمات على ضعفها، كما أدى لتدمير وسائل الإنتاج في المراعي والأراضي الزراعية والتدهور البيئي المريع في تلك المناطق، والغياب شبه الكامل لمرافق التعليم والصحة، وهتك النسيج الاجتماعي للمكونات البشرية في تلك المناطق. تأتي قضية وقف الحرب وإرساء السلام المستدام بمخاطبة جذور الأزمة السودانية بشكل شامل لا يتجزأ كواحدة من القضايا التي نادت بها ثورة شعبنا. هذا الحل الشامل لابد فيه من تفعيل أدوات المحاسبة والعدالة الانتقالية وتقديم مرتكبي جرائم الحرب والإبادة والاغتصاب وغيرها من الانتهاكات لمحاكمات عادلة، وتعويض الضحايا بشكل منصف، وإعادة النازحين لغراهم وإعادة تأهيلها. كما إن هذا الحل الشامل يعني تأكيد وتفعيل آليات للاقتسام العادل للسلطة والثروة مع التمييز الإيجابي للمناطق المتضررة ومجتمعاتها في عملية وأدوات التنمية، بناء على الدولة الوطنية المدنية الديمقراطية التي تحترم احتراما متساويا لكل المكونات المتنوعة إثنيا وثقافيا ودينيا، وتفعيل دولة المؤسسات وحكم القانون هي جزء من الحل الشامل لقضايا الحرب والنزاع المسلح وآثاره. ولكن الأهم هو المشاركة الفعالة لمواطني تلك المناطق في بناء إدارة هياكل الحكم المحلي بما يضمن الاستقرار السياسي والثقافي والاقتصادي والاجتماعي لمجتمعاتهم. مع بقية الشعب السوداني العظيم سنتمسك نحن أهالي هذه المناطق بأدوات نضالنا السلمي حتى تتحقق غايات ثورتنا المجيدة: حرية، سلام وعدالة، والثورة خيار الشعب. حرية، سلام وعدالة، والثورة خيار الشعب. حرية، سلام وعدالة، والثورة خيار الشعب. ثوار أحرار حنكمل المشوار، ثوار أحرار حنكمل المشوار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرجو من السادة المشرفين مصطفى الحرة السودانية متابعة البث وحظر كل من يسيء على اللايف. شكرا. أيها الثوار، يا من سديتم عين الشمس وجعلتم اسم السودان يرفرف عاليا خفاقا في كل الأصقاع، ومساء الخير على أم درمان، وكيف أصبحت ليك وحشة، شايفك طالعة يا الغالية وبخورك علبة البومبان وين مسك الشهيد رشة، وتلفحت بيتوبك وليك عنوان بدون الوان ولا كحلاية في الرمشة.
مرقت طلعت في الشارع تشوف الحال وحال المال وزايد جمال أراك مكسية بالهيبة صمود وجلال ثبات العزة في وقت الدواس الحار. لا نطيت حاشاكي ولا رمشة وصباح العيد عليه بري وأسود بري مبارك وعطر أنفاسه ومساء النور. وكل مدينة في السودان بها الفاخر صباح الخير عليه بارو على البركة الوقف حاضر وصلى الفجر في الخرطوم دغش باكر صباح الخير عليه وطني بحبك سر وبالجاهر بحبك همسة أو همسة وصباح الخير على السوار على الأحرار على أولادا بياكلوا النار على مهيلة اللي بحبها موت مولع نار. مساء النور على البنات هناك واقفات وكنداكات شعاع النور وست الدار على اولادا عزيمه حماس جباههم عاليه بالاحساس وعمرها عازه ما بتنداس ولا بتلدى الولاد العاص لا الخاين ولا الغشاش لا السارق ولا هطاش ويحيى الشعب وكل الشعب وشعب يصعب معلم وصانع الدهشه واحب الشعب وشعب يصعب معلم وصانع الدهشه بحبك حب لمن بهناك فايت وزاد مرق طشه وبحبك يا اخ امس بكره وكمان هسه بحبك حب شديد والله لا بينرق ولا بينقص وبتدسه يغطيك يحفظك مولاي نشوفك عالي يا وطني الليله البلد عنوان واليوم الوطن حصه. كتبت هذه الأبيات المتواضعة في تلك الأيام التي يجب أن نذكرها الآن عندما كان هؤلاء الشباب يتمترسون من شارع إلى شارع ومن نفق إلى نفق في أشرس معارك الشوارع والمجد والخلود للشهداء الذين قدموا أرواحهم ونذكركم في هذا اليوم. الآن الكلمة للجان المقاومة والتي لعبت دورها الكبير في هذه الثورة. حسن أحمد إبراهيم طلب يتقدمهم نيابة عنهم ليلقي لكم هذه الكلمة في هذا اليوم التاريخي البهي. ثوار أحرار حنكمل المشوار، ثوار أحرار حنكمل المشوار، ثوار أحرار حنكمل المشوار. حرية سلام وعدالة والثورة خيار الشعب، حرية سلام وعدالة والثورة خيار الشعب. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحن في لجان المقاومة بالأحياء نعلم جيدا أن الثورة كانت محمولة في قلوب السائرات والثوار وأنهم قد حملوا شباب آلاف الكاميرات موجودة صعبة شديد أكون موجود في التضحية والجلد والعمل الدؤوب على مستوى لجان الأحياء واللجان الصغيرة مرتكزين على السلمية التي تنادوا بها مع التجمع وقوة الحرية والتغيير، والتزم بها الثوار في مناطق السودان المختلفة. لذلك التزاما بأهمية المقاومة السلمية حسب الدراسات المتاحة والتجارب الشعوب. الشعب السوداني سبق شعوب المنطقة في إحداث التغيير والثورات وتغيير الأنظمة الشمولية. كما تعلمون مهما تجبر النظام واستمر في العنف والغم فإننا قد اخترنا المقاومة بالوسائل السلمية، لأن السلمية تجد الدعم الداخلي
من الثوار والخارجي من شعوب العالم. السلمية تجرد المستبد من استخدام السلاح الذي يجيده، وتجد الإقناع وسيلة فعالة لزيادة المؤيدين للثورة. كذلك التعاطف من الشعوب الأخرى يكون عاليا جدا، مما يشكل وسيلة ضغط على مكوناتها وحكوماتها. هذه فقط أمثلة على مكاسب الابتعاد عن العنف ونشر التوعية، لأنها العنصر الأساسي لإنجاح المقاومة. كانت هناك مصاعب كثيرة في التنظيم وصعوبات جمة واجهتنا في لجان الأحياء، لكن تم تداركها، واستمر العمل بإصرار الشابات والشباب وتضحياتهم ووعيهم بأهمية اللجان وإيمانهم بعظمة المرحلة. تخوف الناس من إخماد الثورة، ولكن إصرارهم العظيم على التغيير كان وقودا محرك لهذا اللجان. عمليات التجبيب والعمل الداخلي والخارجي للجان الأحياء ارتكزت على أساليب علمية بالاستفادة من التجارب السابقة لنا، وأيضا الاستفادة من تجارب الشعوب الأخرى. القيادة والريادة والمشاركة النسائية العالية في كل مراحل الثورة أعطت الدافع القوي وأسرعت بعمل اللجان بصورة واضحة، وانعكس ذلك فيما ظهر إيجابيا في شوارعنا بكل أقاليمنا السودان، وبشهادة العالم لكنداكات السودان. هذه اللجان ستستمر لمرحلة البناء وستكون إيجابية جدا خلال تواصل نضالنا وفي المستقبل القريب والبعيد. وبعد تحقيق غايات الثورة ستتحول أهدافها لأهداف مرتبطة بالعمل الطوعي لدعم المجتمعات الصغيرة ومساهمة بفعالية في رفع مستوى الوعي كقوة مدنية فاعلة في ظل دولة مدنية يتطلع إليها الجميع. لن نستطيع أن نوفي السائرات والثوار وقائدات وقوات اللجان حقهم. التحية لشهدائنا وجرحانا منهم، والتحية لهم في كل حي من أحياء بلادنا ووطننا العظيم. ولن نحاول أن نعدد هذه اللجان ولا الأحياء، فهم يعرفون أنفسهم والشعب يعرفهم، والشعب قد أحبهم لأنهم أحبوه فوق كل تصور وكل الممكن. حرية سلام وعدالة والثورة خيار الشعب. حرية سلام وعدالة والثورة خيار الشعب. حرية سلام وعدالة والثورة خيار الشعب. شكرا لكم. يا صاحب المشروع، امكانياتنا زي ما تعرفين الامكانيات ضعيفه في انه احنا يا شباب انه ننقل لكم الصوره اقرب من كده. هنالك زحمه والاف الكاميرات موجوده هنا او عشرات الكاميرات موجوده، فصعب شديد انه نقول لكم. ده الموقع الوحيد المناسب ممكن نخطو منه. ولا السؤال ممنوع؟ دم الشهيد بكم؟ ولا السؤال ممنوع؟ زي ما فقدنا شهداء في الأربع شهور اللي فاتت، فقدنا شهداء على امتداد ثورتنا اللي ما بدت بس في ديسمبر 2018 ولا بدت بس في سبتمبر 2013، ونذكر منهم الشهيد هزاع منذ سبتمبر 2013، والدة الشهيد هزاع الأستاذة أحلام خضر عرفناها واقفة جنبنا كلمة الأستاذة أحلام
والدة الشهيد والظلم في بطش النظام، والليلة بتقف معانا وتقدم كلمة أسرة الشهداء. دم الشهيد بكم؟ يا هزاع حقك ما ضاع، يا هزاع حقك ما ضاع، يا هزاع حقك ما ضاع. حرية سلام وعدالة والثورة خيار الشعب. حرية سلام وعدالة، حرية سلام وعدالة والثورة خيار الشعب. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ما بقول الثوار، بقول الأبطال. أبطال ليه؟ لأنه انتزعوا الحكم من طاغية قايلة نفيسة فرعون. ما في رجالة وما في بسالة أكتر من كده، ودي الحاجة الموجودة عند السودانيين. نحن أنا ما دار أتكلم كتير وما دار ألغي خطب وما دار أزين الكلام. 1 زائد 1 بيساوي 2. الثورة دي يا ثوار، يا أبطال، يا أبطال السودان، بهنيكم على الانتصار الحصل اللي انتوا كنتوا أول وآخره. الثورة دي جات بمجهودات الشباب اللي في الميدان دي، جات بمجهودات الشباب اللي انضربوا بالبومبان ولا اللي احتقلون ولا اللي الدم اللي دفق في الوطن دي. أي حكومة تجي تكون عارفة حاجة واحدة، الحكم ده ما انتزعوه بانتخابات ولا بانقلاب، الحكم ده جاي بدم. والدم ثمنه غالي، الدم ثمنه غالي، وبالذات الدم السوداني. نحن أسر شهداء السودان مع الشباب، وزي ما مرقنا معاكم وبكره هنبرق معاكم، نحن مع الشباب. واي حكومه تجي بغض النظر عسكريه مدنيه ما تغيب الشباب. حاجتين موجودات، الشارع والميدان.
قلت لكم الثورة دي كانت بتضحيات غالية. الثورة اللي انتوا هسه دي فيها بدونا 2013 سبتمبر وبدوها هسه وكملتوها انتوا وحنواصل فيها لحد ما تستقروا. اي حكومة حتجي حتفهم خلاف ذلك مسكينة. واول حاجة نحن بنطالب كثوار في الشارع، بنطالب الغطاس لكل شهداء سبتمبر لكل شهداء السودان من 89 لحد آخر شهيد. مطلبنا الغصاص، لكن قبل الغصاص مطلبنا توفيق أوضاع الشباب. بنطالب بكده وإن شاء الله بإذن الله ربنا يختار إنه نعيش حياة كريمة وديمقراطية حبابة. ما حصل كده بوصيكم من نساء الشارع والميدان الاغتصاب. حرية سلام وعدالة والثورة خيار الشعب. أنا ما بعرف أقول كلام مزين وما بعرف أمثل وما بعرف أجيب كذي وكذي، أديتكم المفيد. هزاء المرأة المناضلة الصابتة القوية، عرفتها منذ قتل ابنها هزاء. لقد كنت من الشاهدي أيام لحظة استشهاد هزاء في خرطوم بحري شمبات، وكان ذلك اليوم يوم صعب. الآن نترككم وبكل هذه الجسارة الإعلامي وبكل هذا الحضور وبكل هذه الشجاعة أنتم اليوم هنا في انتظار هذا الإعلان لهؤلاء الذين امتثلتم لهم عبر الأسافير ومنحتموهم الثقة وتنقلتم عبر الشوارع والأزقة تنشدون الحرية والضياء. الآن في هذه اللحظات قوى إعلان الحرية والتغيير الناطق الرسمي باسم تجمع المهنيين السودانيين حسن أحمد إبراهيم يطلعكم وعلى الهواء وكما عودوكم على آخر مستجدات الحال والأحوال، فليتقدم. مشاهدينا الكرام، الآن كلمة ممثل تجمع المهنيين السودانيين. سيتقدم الناطق الرسمي باسم تجمع المهنيين السودانيين محمد الأمين عبد العزيز لتلاوة هذا الإعلان. سيقدمها محمد الأمين عبد العزيز بنص البيان. التصريح الذي انتظرتموه من قوى إعلان الحرية والتغيير، الناطق الرسمي باسم تجمع المهنيين السودانيين محمد الأمين عبد العزيز يتقدم الآن للمنصة ليضعكم في آخر المستجدات، فليتفضل. الآن لن نبكي، ولكن من يساوم بغد نآتي. الآن كلمة تجمع المهنيين السودانيين. لست من نور لتغفر، أنت من طين لتبني، فابن لي لك